أهلا بيك. في سؤال كده شاغل بال التك كوميونتي وبالأخص الديفلوبرز اليومين دول. هل فعلا ال AI خطر على شغلنا؟ طيب، هل الذكاء الاصطناعي وال AI بيكتب كود وحش؟ حابب أتكلم معاكم عن تجربتي ووجهة نظري بوينت اوف فيو اللي أنا كونتها من خلال شغلي مع ال AI السنة ونص اللي فاتوا وحاجة زي كده. أكيد أغلبنا سمع جمل زي دي كتير واتكررت قدامه أكتر من مرة. المبرمجين الحقيقيين مش محتاجينه. ال AI بيكتب كود وحش. البرمجة يعني هي 10% 20% من الشغل، باقي الحاجات ودي جملة أنا متفق معاها جدا. جربته مرة وما نفعش. أنا شخصيا كنت بقول الكلام ده، يعني كنت في نفس الزون دي أو في نفس المربع ده. ومش من فترة بعيدة، يعني كنت مقتنع تماما إن مستحيل أعتمد على كود معمول بال AI. بس مع الوقت الواحد بيكتشف إن يعني مش كل حاجة أبيض وأسود، وزي ما في تكنيكال ديبت في برضه AI مش بيخرج 100% من الشغل بتاعه. وشايف من وجهة نظري إن إحنا كديفلوبرز بنمر خمس مراحل من التعامل أو من التقبل، أو خلينا نقول الإيه acceptance journey لل AI. الموضوع بيبدأ الأول بالتجاهل. بعد كده بنخش في مرحلة الشك، وبعد كده بيبقى في نقطة تحول لو الواحد قدر يخرج من مرحلة الشك ودخل لمرحلة الفضول. وبعدها بنوصل للمرحلة الأحسن وبيبدأ يطور من نفسه، هي مرحلة التحسين. زي ما احنا شايفين كده الستبس دي أو الفايف ستبس دول، يعني دي الرود ماب اللي احنا إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل. وأكيد إن شاء الله كل واحد فيكم هيلاقي نفسه في مرحلة فيها. خلونا نرجع بالزمن شوية ورا كده. النماذج الأولية لو الناس جربتها، زي مثلا جي بي تي 3 أو حاجة من هذا القبيل، يعني كان طبعا الكود اللي بيطلع سيء جدا، ويعني خلينا نقول كده بصراحة زبالة تراش. فطبيعي جدا لو حد كانت دي التجربة بتاعته الأولانية وإن هم يعني قرر يتجاهل الموضوع تماما ويقول لا ده كلام فارغ، هو توتالي ترو يعني، أو اللي أنا بتفق معاه جدا. لان انا بصراحه بشبه الفكره يعني او الموضوع الهوجه اللي حاصله دلوقتي في الاي اي، زي الموضوع اللي حصل مع النو كود. اظن كان في 2012 او حاجه زي كده. وكانت الناس بتقول يعني نو كود هيبدا يعمل الابلكيشن وهيبدا يعمل الويب سايتس، واحنا ما عدناش محتاجين ديفلوبرز، وواحد بس ديفلوبر بس هو اللي هيقدر يعمل كل الكلام ده. والموضوع حتى النون تكنيكال والبروجكت مانجر هيقدروا ان هم يخشوا ويعدلوا في الكود ويعملوا حاجات من دي كتير. واكيد كلنا سمعنا يعني عن الهوجه دي، ودلوقتي نشوف هي بقت فين او ايه اللي حصل فعليا يعني. والموضوع فعلا ما كانش بالهايب الكبير اللي حصل ساعتها، وده بنسبة كبيرة شبه اللي موجود دلوقتي او اللي بيحصل دلوقتي في مجال او في التعامل مع الاي اي. وبالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة التجاهل، يعني ما أظنش ناس كتيرة في المرحلة دي دلوقتي. لو أنت لسه داخل مع الاي اي وكده، فاوريدي المودلز اللي موجودة دلوقتي يعني قوية كفاية. بس الموضوع هنا بيبدأ يتحول إن هو خلينا نقول المرحلة التانية واللي هي الشك. واظن ان احنا او معظم الناس دلوقتي هي في المرحلة دي، مرحلة الشك. اللي هو بص، انا شايف الاي اي ككومبيتيتور ليا. انا عايز الاي اي خلينا نقول كده ايه، واقف له على غلطة عشان اقدر اللي انا يعني اعمل فاليديشن لنفسي ان هو لا ده عمره ما هيستبدلني. ده ايه ده، انا واحد عندي اكس اكسبيرينس في ويب ديفلوبمنت مثلا. اوكي انا هجرب الاي اي، تعالى اعمل لي 1 2 3 اللي هو انا بعملها وانا نايم كده. فاكيد هو مش هيعملها مظبوط يعني، وده كلنا عارفين الكلام ده. فاوكي ايه، انت بتشوف ان هو كومبيتيتور ليك فلازم الحاجات دي يبقى فور جرانتد عاملها. ودي ممكن العقليه المشكله اللي بتواجه الناس، واللي انا حابب ادريل فيها اكتر ونتكلم فيها اكتر. يعني بصراحه انا شايف ان المينتاليتي دي نفسها لازم تتغير. يعني لازم انا ابص للاي اي على اساس ان هو مش حد جاي يستبدلني خالص. لا ده يعني خلينا نقول كو وركر او كو بايلوت، اللي هو فعلا بيبدا يوصلني ل 60 70% من الطريق. ال 30% اللي باقيين دول لازم يبقوا مراجعه مني وتعديل وتحسين، وهو ده اللي بيفرق. وهو ده اللي انا متاكد ان عمر ما الاي اي هيستبدل الديفلوبرز. هو اوكي يعني في امباكت وامباكت كبير جدا، بس فكره ان هو الاستبدال دي انا شايفها
اوت اوف ريتش، يعني زي ما بيقولوا كده. على الاقل دلوقتي برضه الواحد ما يعرفش المستقبل، بس دلوقتي شايف ان it doesn't make any sense، يعني انها سنس اللي يقعد يقول لك ده هيحصل ريبليسمنت. الديفلوبر دلوقتي الدور بتاعه لسه موجود، لان ال 30% دول هم دول الشغل الحقيقي، هم دول القيمه الحقيقيه اللي هتخلي الديفلوبرز دول مهمين، وعمر ما الرول بتاعهم ما يحصل له ريبليسمنت زي ما اتفقنا على الاقل دلوقتي. لان فكره يعني برضه انا عايز افرق بين العقليه القديمه، او اللي هو الفرق ما بين انت تفضل في الزون بتاع التجاهل، وان اللي انت لا تبدا تفكر في الاي اي. ده مش بديل ليا، ده تول انا لازم ابدا استخدمها صح، عشان فرق العقليه دي فعلا بيفرق كتير في تعاملك مع الاي اي، سواء انت جونيور او سينيور او حتى تيم ليدر. الاي اي لوحده مش هيفهم السياق، الصوره العامه، الاركتكتشر. احنا دورنا يعني كديفلوبرز انت تبني اركتكتشر مظبوط، تبدا تحط الجارد ريلز، تبدا تحط الرولز، تعرف زي ما طبعا انت لو كتكنيكال ليد او كاركتكت تبدا تدور على احسن الموديل اللي انت هتستخدمه، ايه احسن ديزاين باترن. طبعا الحاجات دي بتبقى انت حاطط ليها طبعا الرود ماب بتاعتها، وممكن التشينج اللي ممكن يحصل والكابلنج وكل المفاهيم او الكونسبتس اللي انت متعلمها كديفلوبر، تبدا تطبقها صح في ال 70 سوري في ال 30% اللي باقي. اول ما توصل للنقطه دي، هي دي فعلا نقطه التحول، اللي هي المرحله الثالثه اللي هي مرحله الفضول. تبدا عند الواحد يعني يثق شويه في ان هو ممكن يشوف ان الاي اي شاطر في حته معينه، ممكن محتاج مساعده من الاي اي ان هو يعمل ريجولار اكسبريشن وهو ما يعرفش الموضوع ده، او محتاج ان هو مثلا يتعامل مع اللغه، بيعمل كباك اند، بيعمل عايز سيكوال كويري في يعني ايدج كيس معينه، فيلاقي فعلا ايه ده، لا ده الاي اي بيعمل الحاجات دي كويس جدا. فما اشوف ازاي يقدر يساعدني في حاجات تانية، تعمل بايب لاين معين لداتا على اي دبليو اس او تيفر. تيجي تشوف الاي اي هيبقى يساعدك فعلا في حاجه زي كده. والحاجه اللي ممكن كانت تاخد مننا ايام، ممكن اللي هو الفيرست درافت ياخد مننا ساعات. آه، بصراحه انا نفسي انا عشت الرحله دي، يعني انا من البدايات. اشتغلت فتره في شركه في مصر هنا، ممكن 2013 او 2014 اول ما اتخرجت. ما قعدتش في الشركات كتير بصراحه، لان انا كنت حابب اللي انا اعرف زي ما يقولوا كده. كان عندي فكره اللي هو لا انا عايز ابني ابلكيشن وتبقى حاجه ليا انا. وكنت بحب قوي او حابب فكره الفريلانسنج ساعتها، وكنت بدات اوريدي وانا في الشركه اللي انا ادور على شغل على اب وورك وكده. وبعد ما لقيت اول كلاينت بدات اللي انا اسيب الشغل اللي هو يعني في الوظيفه الدايمه وكده، وبدات اتجه للفريلانسنج. الكلام ده كان بدري جدا، ممكن في 2015. وانا شايف ان النقطه زي دي كانت فرقت معايا انا جدا، اللي انا بدات اتعامل مع الكلاينتس دايركت، واخد منهم الريكويرمنت، وافهم انا مشاكل تقابلني انا شخصيا. وبدات تفهم شويه في المجال اللي احنا بنسميه دلوقتي الديف اوبس، وتبدا لا تعرف انت عايز تعمل الابلكيشن اللي انت عملته ده، طب انت عايز ترفعه، طب انت هترفعه على انهي سيرفر، طب اليوزرز حجم اليوزرز قد ايه، طب انت بتعامل الريكوست ازاي. حاجات كتيره كده الواحد بيتعلمها مع الوقت. فانت تلاقي فعلا المراحل برضو اللي الشخص بدأ ياخدها في السوفت وير كارير نفسها، بتبدأ انت كل شويه في حاجات جديده، وانت لازم انت تبدأ تتعلم وتأدبت عشان تبقى اب تو ديت مع التكنولوجيز دي. لو حد زمان او حد فضل بالتكنولوجي اللي هو عارفها، ما هو ده حصل له ريبليسمنت. فحته الريبليسمنت دي هي موجوده عندنا، وبس هي بتيجي للناس اللي هم مش بيواجبوا ومش بيعرفوا. فاحنا عايزين نشيل حته التجاهل دي، ونبدأ نخش في المراحل بقى المتقدمة. آخر مرحلتين اللي هي القبول والتحسين، أو الأكسبتنس والإنهانسمنت، اللي هو أنت بتبدأ تعترف إن الأداة دي موجودة، والأداة دي موجودة عشان أنا أستخدمها. تبدأ تحسن وتعلي من الإنتاجية بتاعتك. لازم نشوفها بقى هتبدأ تدمجها إزاي في الشغل بتاعك. لأن بصراحة يعني صدقوني، ده مش مجرد أداة بنستخدمها، لا يعني ده تغيير كامل في طريقة تفكيرنا وشغلنا. والنقطة دي يمكن من أهم النقط او الكلام اللي لازم نبص للورك فلو، او اللي هو الطريقه اللي احنا بنمشي بيها في الشغل الفتره اللي جايه. يرجعنا لكونسبت مهم جدا، واللي هو انت كديفلوبر ازاي تبدا تفكر كمدير او كمانجر. وفكره برضو ان الاي اي، انا بشبه الاي اي، وطبعا ناس كتيره برضو سبقتني، وانا يعني مش حاجه انا اللي بشبهه او ماي اون برسبكتيف يعني، بس انا متفق مع المفهوم ده والبرسبكتيف ده جدا، ان الاي اي ده حد بامكانيات او انترن
او جونيور ديفلوبر بامكانيات مهوله، بس محتاج تعليمات محدده واضحه، محتاج يعرف الكونتكست اللي هيشتغل بيه، محتاج يعرف او محتاج يبقى ليه ريفيو للاوتبوت اللي هيعمله هو. اوكي هيعمل لك كود، بس فين الاكسبيرينس بتاعتك انت اللي انت تفهم الكود ده؟ طب معمول ليه كده؟ ايه البدايل؟ ودي برضو كانت من النقطه اللي انا كنت بهتم بيها جدا، والحمد لله فرقت معايا جدا جدا. لو انا عملت حاجه، انا رحت مثلا زمان كنا بنروح على ستاك اوفر فلو وناخد كوبي بيست للحل ونحطه والله ده اشتغلت وخلاص، وكان ناس كتيره للاسف بتفضل برضو في العقليه دي او في الزون ده. ما بيحاولش يشوف لا طب ايه الامباكت بتاع الحل ده، طب انا احسنه ازاي، طب ايه البيست براكتس اصلا. طب بص، هي المشكله الاساسيه اللي انا بحلها دي اصلا كانت سايد افكت لمشكله اكبر، فممكن الحل او طريقه التفكير بتاعتي انا من الاول اصلا غلط. فلازم انا ابدا ادور على الحاجات دي وابدا اعرف ان احنا بنسميها ازاي، اتعامل مع السيرش انجن زمان، ولا انا اعرف فعلا اكتسب نوليدج. نفس الكلام احنا عندنا دلوقتي الاي اي ده انترن، ده انت هتقدر توجهه مظبوط، وتقدر في نفس الوقت يحسن من الاداء بتاعك زي ما انت بتحسن من الاوتبوت، وبتعمل له ال 30% او الشويه اللي باقيين دول، لان انت فهمت دلوقتي ان هو تول، هو مش حد جاي يعمل لك ريبليسمنت. انت بتبدأ بعد كده تفهم الدور بتاعك، وتبدأ بعد كده تعرف الدور بتاعه هو كمان ايه، وتبدأ في مرحلة التحسين. تيجي تقول له بص، احنا عشان نطلع احسن نتيجة وادق نتيجة ممكن الموديل اللي احنا بنستخدمه ده مش مظبوط، لا انا محتاج استخدم الموديل ده. بص احنا محتاجين نستخدم التول دي مع التول دي. وتبدأ انت تعمل زي اوركستريشن كده للورك فلو بتاعك، بحيث تاخد منه بالظبط ريبليكيشن للايدياز والكونسبتس اللي انت بتكونها. وانت طبعا لو حد جونيور او كده، انت محتاج برضو تكون معاه الكونسبت دي، وتبدا تسال كتير وتكويشن everything. يعني حتى لو انت برضو تيك ليد وعارف وقايل له الرولز وقايل له كل حاجه، انت محتاج تعمل ريفيو، والريفيو بتاعك يكون كويس. لان معظم الاي اي تولز هي عندها البيرسوناليتي بتاع اللي هو الشير ليدر ده، او اللي هو المشجع زي ما احنا بنسميهم عندنا كده الالتراس. انا الفريق بتاعي من يعني سوري واقع في الحديد، ومفيش اي لعيبه خالص، كلهم يعني نايمين على الدكه، وبرضه انا بشجع الفريق وشايف ان هو احسن فريق في الدنيا. فالاي اي نفس الكلام، بيجي يعمل ريفيو للكود بيقول لك ده الدنيا تمام و100 100. لا انت محتاج انت نفسك تعمل الرول بتاعك وال 30% دول مظبوطين جدا. ولو هتستخدم المودلز او ال ام مودلز كريفيور، لازم برضو تديله البرومبت المظبوط، وتحاول تخليه يطلع المشاكل اللي في الكود، مش تقول له اعمل ريفيو خلاص، لان هو بنسبه كبيره هيتفق مع اللي موجود، لان هو الاجريمنت او اليس مان ده على طول هو متفق والدنيا بالنسبه له جميله، يعني بحيث ان ممكن تلاقي بلاوي وتكنيكال ديبت كبير جدا انت مش واخد بالك منه. كل الكلام ده بيوصلنا ممكن زي بريدكشن كده للناس اللي هي موجودة دلوقتي. لازم طبعا زي ما اتفقنا المنتاليتي نفسها تتغير. بس طيب اوكي، احنا كبروفيشن بقى او كناس موجودة في السوفت وير ديفلوبمنت فيلد، انا لسه ببدأ كجونيور، انا سينيور دلوقتي، انا تك ليد او كاركتكت، ايه التغيير او ايه مثلا اللي الناس بتدور عليه؟ من وجهة نظر انا طبعا انا شايف ان دلوقتي لازم اللي بيبقى شغال او اللي بيبقى في السوفت وير لازم يتعلم كويس جدا يستخدم البرودكت بتاعت الاي اي ازاي. يعني كل شويه في موديل جديد بيطلع، في اي دي اي جديد بيطلع، وكلهم في كود، يعني كلها حاجات لو انت دورت عليها هتلاقي كل اي دي اي او كل موديل بيطلع فيه فكره جديده وفي حاجه جديده انت ممكن تستفيد بيها، ممكن تفرق معاك جدا في شغلك يعني كاوتوميشن، وبرضه كتول مش كريبليسمنت. زمان كنا احنا بنشوف، احنا شايفين كده اللي هو السلم الوظيفي الطبيعي بتاعنا، بيبدا مثلا ايه النورمال فلو بتاعه، يبدا لسه واحد انترن في الاول، فداخل كده ايه في خلال بقى بيقعد براحته، بتبقى الناس دي داخله يعني كان زمان او كنا قعدنا لفتره طويله قوي انا داخل انترن او جونيور، فانا ببقى مركز قوي ان انا اخد التاسك بقى، لو احنا شغالين مثلا اجايل وكده، اخد التاسك بتاعتي اعملها كويس جدا، وابقى فاهم على الاقل خالص الامباكت بتاعها في الجزء بتاع الكود اللي انا شغال فيه. يبدا بعد كده شويه يخش ميد ليفل او يعني جونيور، يبدا يفهم سياق الشغل كله، ياخد فيتشر كامله، يبدا يفهم البيزنس نفسه المفروض بيتعامل مع بعضه ازاي، يبدا يفهم التيم نفسه ماشي ازاي، يتدرج بقى لحد ما يبدا يفهم البيزنس ريكوايرمنتس، ويفهم ان هو يحط اركيتكتشر مظبوط ازاي، ويبدا يشتغل الكود بتاعه نفسه يبقى ازاي قابل للتغيير، ويبقى
في ديكابلنج، ويوازن ما بين الديكابلنج وما بين اللي هو الفاست كود، او يعني خلينا السباكيتي كود، بحيث برضه يعني بيبقى فيه ديدلاينز وفي حاجات كتيره قوي المبرمج نفسه بياخد باله منها. الحاجات دي لسه صعب، لان يعني تبقى معتمده على سيتويشنز مختلفه لكل بروجكت. كل بروجكت ليه الريكويرمنت بتاعته، وليه السكوب بتاعه، وليه البادجت بتاعه، حاجات كتيره جدا. يعني لازم يبقى عندنا مبرمجين، ولازم يبقى عندنا ناس بادئه من الجونيورز وتفهم الشغل ده كان بيتعمل صح ازاي، وتاخد السلم الوظيفي اللي احنا شايفينه قدامنا ده مظبوط. بس الفكره بقى هنا، او التريك هنا، ان التسارع بتاع الكلام ده للاسف هيختلف. بمعنى ان يعني برضه انا شايف ان هو في حته 6 شهور دي مش متأكد منها قوي، بس اوكي دلوقتي معلش انت كبادئ لسه كجونيور وكده لازم تبدأ تطور نفسك بسرعة رهيبة. لازم تبدأ تستخدم الاي اي ده، مش بس تاخد منه الاوتبوت زي ما اتفقنا، لا انت لازم تكويشن، ولازم تبني انت معرفة خاصة بيك. لازم كل شوية تتأكد ان الاي اي ده مش يقول لك ايه يو ار رايت زي ما هو بيقول، او يو ار ابسولوتلي رايت، حاجات كده اللي انت لازم لا انت تعدل عليه وتفهم هو عامل كده ليه، وما توافقش على طول معاه، عشان تبني انت زي ما اتفقنا نوليدج داخلية. والكلام ده هيفرق معاك جدا، وهتلاقي الدنيا بتتسارع، عشان انت لازم تواكب برضه. لازم تفهم الحاجات دي، لازم تفهم تبقى زي ما بنقول كده ايه يعني يونيكورن، او بلاش يونيكورن، خلينا نقول ايه سوبر ديفيلوبر نينجا. تعرف تبني بالاي اي، وبتعرف تبني للاي اي. برضو حاجات زي الام سي بي، حاجات زي خلينا نقول الاي اي ايجنت، تفهم يعني ايه مثلا ديب ايجنت، تفهم يعني ايه ايجنت كراك. حاجات كتيره كده، هي كلها في الاول وفي الاخر هي جزء من السوفت وير ديفلوبمنت، هي مش حاجه جديده. انت مثلا مش محتاج تروح تعمل او تتعلم ماشين ليرنينج عشان تبني موديل، لا انت عندك موديل اوريدي. انت الموديل ده دلوقتي هم اصلا بيحاولوا يشوفوا حاجات زي الاي جي يو اي، او اللي هو ازاي بتاخد الموديل ده اللي عندك تبدا تعمل عليه اي بي اي، تاخد بقى او يعني تعمل له ورك فلو، وبتبدا تاخد الورك فلو ده تعمل له اي بي اي، وتبدا الاي بي اي دي تعمل هتشوف تربطها ازاي باليو اي. وحاجات مهمه جدا، وحاجات كلها داخله في الشغل بتاعنا كسوفت ويرز، من باك اند فرونت اند وات ايفر يعني التايتل بتاعك دلوقتي لازم الحاجات دي كلها تتعلمها وتبص عليها. واهم حاجه اللي انت لازم تخطط صح. الحاجات اللي انا شايفها برضو، او مفهوم اللي هو الفايب كودينج، الكلام ده العقليه اللي هي الفاشله، العقليه اللي هو بيبص على الاي اي ده كريبليسمنت ليه، فهو عايزه يعمل له الحاجه وخلاص. دايما باجي انا مثلا كده للتيم سوفت وير تيم بتاعي اللي انا عامله، اقول له اعمل لي فيسبوك كلون. فهو الناس دي بقى هي اللي بتبدا يعني، او سوري، ككاستمر بيروح لحد شركه او فريلانسر او وات ايفر، بيقول لي انا عايز كلون لطلبات، كلون لفيسبوك. هو مش بيبقى عارف اي حاجه تانية، ويبقى البادجت بتاعه مثلا ربع التكلفه اللي هو ممكن يستحملها، فهو بيبقى محتاجك انت ان انت تحط له الحاجات دي. هو لو راح يقول كده للاي اي اوريدي هيعمل له فيسبوك، بس احنا عارفين هيطلع عامل ازاي الاسباجيتي والحوارات. لا احنا دورنا دلوقتي احنا بنخطط صح، وبنبني الاركتكتشر صح، وبندي الاي اي الاجزاء المحدده اللي هو هيساعدنا فيها. بعد ما انا ابني له الاركتكتشر، ويبقى عندي الورك فلو بتاعي اللي هيعمل له ريفيو مره واثنين وثلاثه، وبرضه ابقى متقبل، او السيستم بتاعي يبدا يبقى فيه حته المنتابيليتي دي سهله، بحيث برضه قدام اقدر اعدل في الحاجات اللي هي عملها لو انا مثلا مستعجل شويه، او عايز اوصل لنتيجه بسرعه يعني. في النهايه احب اقول لكم بس حاجه: حاول تدور على نفسك، تشوف انت في انهي فيز، وتشوف انت تعرف ايه. شوف ازاي هتقدر تستخدم الاي اي ان هو يحسن من الانتاجيه بتاعتك، ويحسن من النولج اللي عندك، لانه هو مش ريبليسمنت، هو اداه قويه جدا هتغير الطريقه اللي احنا بنفكر فيها.